هاي الباشا وهاي العساكر شي بشهي. العجينة الششبرك رح ناخد كاسة طحين، معلقة زيت صغيرة، معلقة ملح صغيرة، معلقة بيكنج باودر، ونبلش نص كاسة ومنعجن. وهيك نعمت العجينة وصارت جاهزة. رح نحطها ترتاح 10 دقايق بس لنجهز الحشوة. وهي حشوة الششبرك أنا بعملها على القديم نية، لحمة ناعمة وبصل كتير ناعمة وملح وفلفل. وهي عجينة الششبرك راحت عندي شوي، رح أبلش أفردها. أحط الحشوة بقلبها، نسكرها هيك. العجينة طرية وخفيفة ورقيقة، نلفها هيك. وهيك صار عنا الششبرك جاهز. رح نروح نساوي الكبة اللبنية. هلا عندي عجينة الكبة، رح بعملكم فيديو عليها أكيد كلكم بتعرفوه. كل كيلو برغل بده نص كيلو هبرة وبصلة ناعمة خفيفة. الحشوة الكبة اللبنية لحمة ناعمة مع بصلة بقليهم بلا شي، لأنه بعدين بدي أحط لها الدهنة والجوز وملح وفلفل، ما بحط لها غير هيك. حشوة معلقة صغيرة. وهي صارت الكبة اللبنية جاهزة. وهلأ رح نساوي اللبن، كيليين لبن. عندي 3 معالق نشا كبار بيضة. رح أزيد لهم شوية مي لأنه الششبرك بياخد وقت بالغلي. وهلأ بلش اللبن رح يغلي. رح نظبط الملح، كل واحد حسب ما بيحب. رح ننزل بعساكره للباشا، لأنه الباشا ما بينزل أول شي. الششبرك قبل لأنه بياخد وقت بالاستواء أكتر من الكبة. منحركه شوي شوي مشان ما يلزقوا بالطنجرة من تحت. بنخليهم شي 10 دقايق ليطوفوا على الوش، بعدين بننزل الكبة. بعد ما ننزل الكبة نخليها أقل شي 5 دقايق تغلي لتستوي، وبتكون صارت أكلتنا جاهزة للتقديم. وهلأ استوت هيك أكلتنا، صارت جاهزة. طيبة أبدا أبدا إذا ما حطينا لها طرخون.